السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بوصفة اقتصادية وحلوة موفرة هتعجبكم جدا. طبعا احنا في الحر الجامد ده بنحتاج حاجات ترطب على قلبنا. بنحتاج نعمل حاجات ساقعة. أنا جاية لكم إن شاء الله بوصفة هتعجبكم جدا، حلوة قوي قوي قوي. يلا نشوف وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا حبايبي، انا هنا معايا كوبايتين من الرز. تمام كده، كوبايتين من الرز اهو. حطيت عليه كوبايتين ميه. تمام، حطيت عليها كوبايتين ميه. تمام. هنحطها على النار كده مش هنحط عليها ملح ولا زيت ولا اي حاجه. كملوا بس معايا الفيديو للاخر وانتوا هتعرفوا انا هعمل ايه في الوصفه بتاعتنا النهارده. الرز بتاعنا استوى اهو. زي ما انتوا شايفين كده هتقولوا معجن، انا عايزه الدرجه دي او عايزه المرحله دي في سوى الرز. خلاص انا حطيته في بوله هنا هغطيه. تمام، بعد ما هدي شويه وهسيبه يبرد تماما. خلاص يا حبايبي كده، كملوا معايا الفيديو للاخر، ويا ريت الاول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل حبايبنا، كل اصحابنا. خلاص يا حبايبي، انا سبت الرز لما يبرد خالص تماما. جبت هنا الكنتالوب اهو. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اقشره اهو. هبدأ اقشره كده حلو علشان اقطعه معاكم. خلاص اهو هبدأ كده اقشر في الكنتالوب بتاعي. تمام. تمام يا حبايبي، انا هنا كنت قشرته خلاص وشلت البذر اللي من جوه. تمام كده. وهبدأ اقطع مكعبات صغيرة. تمام، علشان احطه في كيس في الفريزر يتجمد معايا. علشان طبعا الكنتالوب انا عايزاه متلج. تمام، علشان يبقى ايه، متلج معانا ونعرف نضربه علشان هنعمل ايس كريم من الرز اللي انتوا شفتوه اول الفيديو. خلاص، وصفة بجد خطيرة، وصفة حلوة جدا جدا هتعجبكم، موفرة واقتصادية، وكمان طعمها وشكلها تحفة بجد. اللي ما جربش الوصفة دي جربها ويقول لي ايه رأيه. بجد هتعجبكم جدا جدا. هنا انا حطيت كده، قطعت مكعبات وحطيته في كيس علشان احطه في الفريزر يتلج معايا. خلاص يا حبايبي كده اهو لازم يتلج معايا. هنا كان الرز خلاص برد معايا تماما. هبدأ كده اجيب الخلاط اهو. هنزل كوبايتين الرز. تمام، كوبايتين الرز اهو هنزلهم في الخلاط كده زي ما انتوا شايفين اهو علشان اضربهم حلو. خلاص انا عايزه الرز بتاعنا يتطحن جامد. ومعايا هنا نص كوبايه من السكر او كوبايه على حسب الرغبه، السكر على حسب هنا الرغبه. هحط هنا كوبايه وربع من اللبن اهو، كوبايه وربع من اللبن. تمام، هبدأ اضربهم كده في الخلاط وانعمهم جدا زي ما انتوا شايفين. خلاص انا مش عايزه اثر، يعني بصي اي اثر للرز خالص. تمام كده، انا زودت هنا ربع كوبايه كمان من اللبن. خلاص اهو، يبقى احنا كده حطينا كوبايه وربع من اللبن. تمام، مع الرز كده في الخلاط والسكر. السكر طبعا حسب الرغبه، ممكن تقللي وممكن تكتري براحتك، اللي يريحك اعمليه. هنا كده بضرب حلو كده في الخلاط اهو. بصوا، ممكن برضو تريحوا الخلاط شويه وتبداوا تضربوا تاني. هنا ضربته كده حلو. بصوا القوام، بصوا ما شاء الله، بصوا ملهوش اي اثر الرز خالص معانا، وطعمه مش هيبان خالص في الايس كريم بتاعنا. هنا كنت خلاص كده حطيتهم في بولة وجبت المشمش بتاعنا ده. مشمش يا حبايبي شلت منه النوى بتاعته او البذر بتاعه وقطعته كده وحطيته في الفريزر يتلج معايا. وكمان حطينا برضو الكنتالوب بيتلج. خلاص علشان كده احنا هنضربه وهو متلج، مش عايزينه يفك من التلج اللي هو فيه. هنحط كده معلقة كبيرة من عسل النحل، ممكن تستبدليها بسكر. تمام اهو، هبدأ كده اضرب المشمش بتاعي. الكمية اللي انتي حباها اعمليها في المشمش وفي الكنتالوب. ممكن تضربي فراولة، ممكن تضربي خوخ تسلقيه وتضربيه تلجيه وبعد كده تضربيه. ممكن تبصي اي فاكهة انتي بتحبيها، مانجا، اي حاجة، برتقان، اي حاجة اللي انتي بتحبيه اعمليه. خلاص انا عملت كنتالوب وعملت مشمش. خلاص حطيت هنا برضو على الكنتالوب معلقة كبيرة من العسل. يفضل تحطي المعلقة الخشب في العسل. تمام، احسن من المعلقة الحديد.
تمام. هنا كنت ضربت كده الكنتالوب بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. هبدأ احطه في بولة كده. تمام. هحط هنا كوباية من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من الكريم باستري زي ما انتوا شايفين اهو. تمام كده. وهحط عليه كوباية من المية المتلجة. تمام كده، كوباية وربع من المية المتلجة. وهبدأ اضرب الكريم شانتيه بتاعي اهو. انا طبعا دايما بعمل معاكم كريم شانتيه، فما حبيتش ان انا اقول لكم يعني، بس انا قلت لكم اهو على عملنا ازاي الكريم شانتيه. تمام كده يا حبايبي. يبقى احنا ضربنا المشمش وضربنا الكنتالوب تمام كده بدون اي ميه بعسل نحل وخلاص. تمام. وبدأنا نضرب كده ايه. هنا بقول لكم هنا حطيت كريم شانتيه طبعا خام، حطيت عليه معلقتين كبار من السكر البودرة. ممكن تستبدليهم برضو لو مش حابة، ممكن ما تحطهمش، اسفة ممكن ما تحطهمش لو انت مش حابة، لو استكفيتي بالسكر في الاول واستكفيتي بالعسل. خلاص. هنا لقيت القوام تقيل معايا فزودته كده معلقتين من المية اهو. هظبط كده ايه الكريم شانتيه بتاعي. انا مش عايزه الكريم شانتيه بتاعي تقيل، انا عايزاه كريمي علشان ابدا اضيفه على الرز بتاعي. تمام. هنا ضربت كده الكريم شانتيه بتاعي وظبطت القوام بتاعه. هبدا كده انزله على الرز بتاعي اهو. تمام. هبدا كده انزله وابدا اقلب بالراحه كده وبشويش، اخلي الخليط يمتزج مع بعضه. خلاص. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والشير والاشتراك، اللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله كل جديد من فيديوهاتنا. ويشرفني طبعا اشتراكه. هنا كنت كده جبت الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلطتها مع الرز. تمام. حطينا الكريم شانتيه طبعا مع الرز وبدأت كده اخلطهم حلو امتزجوا مع بعض. بدأت اقسم البولات بتاعتي. انا هعمل فانيليا وهعمل مشمش وهعمل كانتالوب وهعمل شوكولاتة. تمام. هنا قسمت كده في البولات اللي انت عايزاه اعمليه. تمام. انا حطيت كده على البول الاولانية حطيت الكانتالوب. تمام. وحطيت كده نقطة من اللون الاخضر تعزز بس اللون معايا. خلاص. هقلبهم حلو كده. تمام. وهحط هنا برضو المشمش وهسيب الفانيليا كده ايه. هنا هحط برضو على المشمش لون اصفر اهو. نقطة بس بسيطة كده بس تحزز معايا اللون علشان يبقى اللون معايا حلو. خلاص. اهو كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اقلب كده حلو واخلي الخليط يمتزج مع بعضه. وهركن وابدأ احط كده معلقتين من الكاكاو اهو على الكريم شانتيه بتاعي او الخليط اللي انا عملته بالرز بتاعي. وهبدأ اجيب كده حبة يعني معلقتين كده من الشوكولات شيبس وحطيته كده وقلبته. طبعا وخليت البولة دي فانيليا والبولة دي شوكولاتة والبولة دي كانتالوب والبولة دي مشمش. تمام. اعملي الكميه اللي انت عايزاها. بصراحه يعني بصوا بكوبايتين من الرز عملت اكتر من 3 كيلو من الايس كريم. موفر واقتصادي جدا وطعمه تحفه بجد خطير، هيعجبكم جدا جدا. جربوه. هستنى رايكم وهستنى تعليقاتكم الجميله. قولي لي عملتيه وطلع معاكي ازاي. هنا كنت غطيت البولات وهحطها في الفريزر تتلج معايا علشان ابدا اقدم معاكم. خلاص. هنا كنت خلاص تلج معايا اهو. تمام. هبدأ اقدمه معاكم كده. بصوا شكله ما شاء الله بجد تحفة، بجد شكله تحفة وطعمه خطير. بجد جربوه هيعجبكم جدا. اقتصادي وموفر ما بيكلفكيش اي حاجة خالص. هبدأ كده اجيب البولات بتاعتي او الكاسات بتاعتي وابدأ كده اغرف او اقدم فيها الايس كريم بتاعي. تمام. بجد تحفة 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 تحفة. بكوبايتين رز هتعملي احلى ايس كريم. ممكن على فكرة لو حابة تعملي مشروع هتكسبي فيه ذهب بصراحة. جد هيعجبكم جدا جدا. موفر واقتصادي جدا. خلاص. انا هنا كده ايه بملى البولات بتاعتي كلها. بجد عمل كمية فظيعة، عمل كمية حلوة جدا جدا. من كوبايتين رز وكوباية كريم شانتيه عملت اكتر من 3 كيلو من الايس كريم. بجد حلو جدا جدا. جربوه هيعجبكم. انا مش عايزه حاجه غير انكم انتوا تدعوا لي دعوه بظهر الغيب وتشتركوا في القناه
لو مش مشتركين هيوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. انا دايما بدور لكم على الفيديوهات الاقتصادية والموفرة، طبعا علشان غلاء الاسعار، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. جربوه وان شاء الله هيعجبكم الفيديو. بصوا ما شاء الله الكمية، بصوا كمان لسه في البولات معايا او في العلب معايا، بجد تحفة. انا كان الجو حر عندي، انا دايما الجو حر موت عندي في المطبخ، بصور الايس كريم بتطلع عيني علشان اطلعه حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه. جربوه بنفس الطريقة ويا رب يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. انتظروني، اشوفكم على خير. اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. اشوفكم على خير، مع السلامة. باي باي.